ده بقى الباشا الكبير بتاعنا أمجد الشهير ببوبو. أول ما بيدخل البيت لازم يعدي على مطبخ يشوف عامل ايه وأخباره ايه وكل حاجة. طبعا لازم يفتح التلاجة ويشوف برضو أخبارها ايه ويطلع إزازة مية كالعادة، عنده طقوس برضو، ولازم لازم لازم يسيب الإزازة برا، عمره ما يفكر يدخلها التلاجة تاني. هو بيحب يشوف ايه بيعصبني وبيعمله، أصيل برضو. امجد بقى ما عندوش اوبشن ان احنا ما ينفعش نمشي بالجزمه على السجاده ابدا، هو الاوبشن ده مش في دماغه. لا، هو كائن باندا جدا، عايز تلاقيه هتلاقيه في مكانين بالظبط، يا اما على الكنبه نايم يا اما على السرير نايم. ايه ده؟ الحمد لله يا جماعه اكتشف انه لابس الجزمه. لا، اما ارميها بقى في الارض ويرجع بقى يكمل نوم تاني ولا كانه عمل اي حاجه. ما شاء الله عليك. بس هو بصراحه بقى في ميزه تحفه بالنسبة لي، بنك الحظ. دايما بلاقي فلوس في هدومه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اما بالنسبة بقى للنظام فهو من الشخصيات المرتبة جدا جدا، بيستخسر الحمد لله يطبق التيشيرت بتاعه. لا وكمان ايه، بيحدفه الله. اكتر حاجة تلاقيه مندمج فيها هي ولا حاجة، مجرد ما شغل التلفزيون حتى لو على كرتون على اعلانات اي حاجة تلاقوه بالمنظر ده، لا بيبربش ولا بيسمع ولا بيتكلم ولا اي حاجة، تتنيح بلا هدف. عايزين بقى تنرفزوه بقى كده وتخلوه مش طايق نفسه، صحي بدري يلا يا امجد عشان تودي يونس الحضانه، بيبقى مش طايق نفسه. هنروح الحضانه، قول لهم باي، قول باي باي. هنروح الحضانه ولا لا؟ بوسه. الله الله، يلا اديهم بوسه، قول لهم باي باي باي. ايه جميلة. دي بقى داليا ملكة الشوبينج، تقولك هننزل نجيب كام حاجة وتجيب رجليك، وتتفاجئ عند الكاشير بحاجات وهمية هتتخض. عايز تبسطها أكلها، تلاقيها أسعد واحدة في الدنيا. لا وكمان تعزم عليك بس ما تقدرش تاخد منها حاجة. الKFC أو الفرايد تشيكن بصفة عامة أسلوب حياة، هي هتعزم عليك بس مش هتقدر تاخد منها حاجة. أصيلة، هي المسؤول الأول والأخير عن الاحتياطي النقدي في درج الكومودينو، متقمصة دور عبد الغفور البرعي. أصيلة، البخور بالنسبة لها أسلوب حياة، طول ما هي ماشية تقعد تبخر في البيت لحد ما خلاص خنقتنا. وطبعا ما ننساش أهم حاجة، مطبخ داليا، وده بقى من أكبر إنجازاتها لأنها ما كانتش تعرف مكان المطبخ في بيتهم فين. تقول لها بتحب العصير تديك عصير، كل يوم عصير لحد ما خلاص تكره العصير. وهي طبعا المسؤول الأول والأخير عن هذا الكائن العشوائي الخديوي. الخديوي بقى قصته قصة، هما الاتنين نائر ونير. هتلاقيهم في البيت بيجروا ورا بعض، بيشدوا في شعر بعض، بيمسكوا في موبايلات بعض. يونس دايما بيرمي موبايلها. لا كلها، لا كلها نور، خدها كلها. عملت ايه في الحضانه؟ قولي. لا ليه بس كل حاجه لا كده؟ والله العظيم انا بحبك خالص. طب بصي، طيب لا برضو هات حضن. لا طب كل حاجه لا كده. لا برضو كله لا يا نسي يا نوسه، مش طايقني يا امجد بجد. هبوسها يا يونس، يلا هبوسها. مش طايق حد حاليا. يلا بقى نشوف الخديوي الصغير، اكبر انجازاتنا واحلاها واحلى ضحكه في الدنيا كلها. الو يونس معايا؟ الو رايح فين؟ تعال يلا، تعال 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 تعال
الله، تعالي تعالي. برافو يا يوسف. انت رايح حضانة يا يونس؟ المعروف عنه طبعا اي حاجه في ايديه بيرميها في الارض زي ما انتم شايفين كده بالظبط. يونس طبعا بقى مجنني ومجنن امجد جدا، اي حاجه غلط في الدنيا بيعملها. هيطلع مثلا يقع، يطلع عشان يقع، يطلع المرجحه بالعكس. يعني بصوا مثلا دلوقتي هو هينزل عادي جدا، آه عايز بقى يطلع من ايه، من قدام، لا من ورا. ازاي اطلع على السلم؟ لا لازم اعور نفسي. بيحب الرقص جدا والتنطيط، يروح كده اي حته لوحده كده على جنب يقعد يرقص ويتنطط مع نفسه. بصراحه هو اللي خلى للبيت طعم ومعنى والناس كلها بتحبه اصلا اكتر مننا. اكتر مهمه صعبه بعملها معاه ان انا البسه. يعني بالنسبه له اكني مثلا بشكشكه بالسكينه، ازاي البسه ويفضل يصوت ويصرخ، بيتعبني جدا عشان البسه، بجد فظيع. بس بصراحه بعد ما بيلبس كده بيديني ضحكه، خلينا ننسى كل حاجه. بيحب طبعا يلعب قوي مع امجد بالكوره، يروحين جايين بالكوره، والكرسي بتاعه ده يعني هو بيحب قوي يطلع عليه وينزل وبعد كده يروح رميه في الارض. مش معترف برضو ان هو بيقعد عليه زي الناس، هو واخده بس السلمه عشان يعمل بيها حاجه تانية، ومش بالنسبه له كرسي. بس دي كانت عيلتنا الصغننه، يونس وامجد وداليا. هيديكوا بوسه اهو دلوقتي. الله